والله كاين ناس، وهذه أعظم فتنة وقعت الآن، الكلام في العلماء، الكلام في أهل العلم. يتكلموا أي إنسان يظهر يضربه، إمام، خطيب، داعية، كاتب، أي واحد، أي إنسان يجي يصلح في الحياة يضربوه، يعطوه الحس. لازم يلقوا له حاجة يرجعوه، ويقول لك عليه، هم يقولوا شر من اليهود والنصارى، يقول لك يرجعك شر من اليهود والنصارى، وانت تدعو إلى الله، تدعو إلى لا إله إلا الله، وتفني حياتك كاع في الدعوة. يجوا شباب يتكلموا في العلماء من أصعب الفتن. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، قال أعظم فتنة مر عليها المسلمون هي هذه الفتنة، فتنة التجريح، كلام في العلماء. يعني ويظن الإنسان أنه يحسن عملا، يظن بالله هذا الكلام يتقرب به إلى الله. يعني لما نلحقوا نجعلوا الغيبة والنميمة والبغضاء هي الدين تاعنا، يولي الإنسان في هذه الحالة، يولي الإنسان والعياذ بالله في عامة، في فتنة كبيرة. ما تركوا حيا ولا ميتا. تصور موتى، يموت إنسان عالم رباني يشهد له العلماء الكبار بالعلم، والله ما يخلوه، يقولوا مستراح منهم. تصوروا يعني يلحق قساوة الإنسان لهذه الدرجة. والمسلم مهما كان على حق ما يقولش هذا الكلام، ما يقولش هذا الكلام أبدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يسن لنا سنة مستراح ومستراح منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إما مستراح ومستراح منه. ولا أحد فينا يستطيع أن يشهد على إنسان هل هو مستراح ومستراح منه، لا أحد. إذا كنا لا يجوز لنا أن نشهد بالشهادة كما يقولون هم، يقولوا هما بلي ما يجوزناش نشهدوا بالشهادة الواحد، ما يجوزناش نقولوا فلان شهيد، لأننا ما نعرفوش هل ربي يتقبل الشهادة تاعو ولا لا. وعلاش ما لا راك تقول مستراح ومستراح منه؟ يعني نفس القانون كمل به، وهذه الحقيقة لازم تكمل هكذا، لأنه ما كاش واحد يعرف هل هذا مستراح وهذا مستراح منه، خوش تعرف إلا الكافر الظاهر، كفره باين هكذا بواح، هكذا واحد كيما نتنياهو ولا كش واحد هدايا مات نقولوا مستراح منه، هذا صح، استراحت منه الأمة من شره. صح واحد أنت دوك مسلم كيما مسلم من المسلمين، أنت ما تعرف واش كاين سر بينه وبين الله، ما تعرف أنت العذر تاعو واش كاين بالأخطاء التي ظهرت لك أنت أخطأ. وهذه مصيبة كبيرة، فتنة عظيمة، أن الإنسان، والمصيبة وين الإنسان يكون مثلا في المخدرات وبعد يتوب إلى الله عز وجل ويروح يتكلم في العلماء. الإنسان لازم يترك هذا المجال نهائيا. اللي يجي يتكلم لك يقول لك فلان فلان فلان، قل أنا فلان ويعلمني لا إله إلا الله، فلان أنا نتعلم منه نحب ربي، فلان أنا نتعلم منه أشياء كثيرة. هم الآن ما علموا أحدا، ما علموا حتى واحد، تصور ما علموا حتى إنسان واحد فيهم ما ودير حلقة ولا ينفع الناس، غير حلقات الغيبة والنميمة فقط، هذا ما كان. أما الكلام في دين الله، أما أن ينشروا التوحيد، أما أن ينشروا، أن يحاربوا الشرك، أما أن ينزلوا إلى الميدان، أما أن يفقهوا الناس، هذه والله ما يعرفونها ولن يعرفوها، لأنهم الحقل الذي يرعون فيه لازم يكون فيه وسط جاهل يتبع فقط، تبع الأوامر التي تأتي من هنا وهناك، هذا ما كان. بصح لو كان يربوا شباب عالم يتعلم يأخذ العلم، عارفين أن هذا الشباب راح يزيد يتبعهم. وهذه الفتنة من أعظم الفتن التي وقعت في المسلمين في هذا الزمن، وهو أن يتكلم الإنسان في العلماء.